عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. طبعا هنا كنت بقشر السفندية وبفكر هنعمل غدا ايه النهاردة، وبصوا محتارة خالص. واخيرا بقى افتكرت ان انا كان عندي نص فرخة في التلاجة، فقلت هطلعها بقى واعمل بصوا اصغر صينية بطاطس في العالم. يعني هعمل صينية بطاطس قد كده، هتشوفوا دلوقتي. بصوا يا جماعة، اول حاجة طبعا حطيت المية تغلي عشان اسلق الفراخ نص سلقة، عشان اقدمها في الفريزر بحب يعني ايه اسلقها. وكنت نقع الفراخ بقالي ساعة او ساعتين، يعني ايه في ملح وخل وليمون وكده عشان يعني تنزل زفرتها وكده. بعد كده بقى ايه، رميت المية والليمون وشطفتها بمية كده زي ما انتوا شايفين. حطوا اللايك يا حبايبي، واهم حاجة تصلوا على النبي، قولوا عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا المية غليت، كنت انا حاطه بقى ايه، طماطمايه وبصلايه، ونزلت بالفراخ بتاعتي وحطيت ميه صغيره عشان كده مش هحتاج الشوربه في حاجه، غير بس ايه حبه شوربه كده صغيرين لصينيه البطاطس اللي هي الصغننه بتاعتنا. وحطيت هنا ورق راورة وواحده حبهان. وطبعا يا جماعه غسلت الطبق طبعا بتاع الفراخ بميه وصابون وحبه خل وحبه قهوه، عشان ايه ما يبقاش في الطبق ليه ريحة خالص. يعني القهوة والخل بيمنعوا الريحة خالص. هنا بقى قشرت البصلاية زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بصلاية. يعني المفروض نحترم بعد كده البصل قوي يا جماعة، عشان البصل انا جايباه النهاردة، نزلت جبت حبة حاجات، عايزة اقول لكم جايبة كيلو ونص، الكيلو ب28 جنيه. والله العظيم الكيلو ب28 جنيه، والبطاطس ب24. يعني كيلو البطاطس ب24، جبت 2 كيلو و2 كيلو. شوفوا بقى حسب لي بقى دفعة 75 جنيه باين، وحبة ليمون وكيلو طماطم. بصوا يلا الحمد لله. بصوا شايفين كده بقى بقشر البطاطس. طبعا يا حبايبي اهم حاجة تحطولي اللايك. هنا كنت بقشر البطاطس كده، بصوا طلعت بصوا عاملة ازاي من جوه زي قلوب الناس يا جماعة. في ناس كتير من بره هلا هلا، ومن جوه يعلم الله. اهو قشرنا كده البطاطس، وهنبتدي بقى نغسلهم. بصوا كده قشرتهم زي ما انتوا شايفين، والبصل هغسلهم كويس عشان البطاطس دي فيها طينة، فلازم تتغسل كويس. اللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي يا ريت يحط اللايك لو ما حطوش. الله يسعدكم يا جماعه. وعايزه اشكر الناس على التعليقات الجميله، ربنا يخليكم لينا يا رب. وتعليقاتكم الصراحه احسن حاجه في الدنيا. بصوا دي طماطميتين بقى، هنبشرهم. قلت النهارده مش هضربها في الخلاط، هبشرهم زي ما انتوا شايفين كده. وهوريكم دلوقتي انا هعمل صينيه البطاطس بطريقه جديده. يعني الطريقه دي بحب اعمل كل شويه صينيه البطاطس بالطريقه، يعني عشان ايه ما تبقاش نفس الطعم. بس عايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه طلعت زي السكر. تابعوا لاخر الفيديو وهوريكم طلعت عامله ازاي. بصوا دي اصغر بقى صينيه عندي، قلت لكم اصغر صينيه بطاطس في العالم هعملها النهارده معاكم. بصوا صينيه كده صغننه. وهنعمل ايه، وهنقطعها كده. بصوا قطعتها شرايح. البصل طول ما بيتقطع شرايح كده بيبقى بصوا بيستوي وبيدوب وبيبقى مسكر، وبصوا بيدي طعم خاص لصينية البطاطس. بصوا قطعت بقى كده البصل زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا عامله زوم جامد على الكاميرا، هو مش مقطعاه تخين قوي كده زي ما انا شايفه دلوقتي. وبصوا واحده ماجي وفتفتها كده عشان ايه، وحبه زيت. لا حطيت حبه ملح وحبه زيت، شفتوا حافظه. وهنحط ايه تاني، الطماطم بتاعتنا. بصوا دعكنا كده البصل كله في بعضه بالتوابل. وهنقوم حاطين ايه، الطماطم بتاعتنا الجميلة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب بقى البصل في التوابل في الطماطم كله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وهنقوم جايبين بقى البطاطس بتاعتنا. هنا كنت بدوقها ولقيتها ناقص حبة ملح، فحطيت حبة ملح، لان انا الاول كنت اعملها حادقة اعملها دلع، دلوقتي بقيت بدوق يعني. اتعلمت برضو اكتر من الاول يا جماعة. هنا بقى كنت بقطع البطاطس حلقات، وعايزة اقول لكم ان انا ايدي اتعورت هنا.
مش عارفة هتيجي ولا لأ، بس انا ايدي اتعورت شفتوا السكينة بدل ما اقطع البطاطاية قطعت ايدي. يلا الحمد لله، عمالة تحرقني بس يلا الحمد لله. فدلوقتي بقى هنعمل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا اللايك يا جماعة، واللي مش مشترك يشترك، واللي ما صلاش على النبي بالله عليكم تنزلوا تصلوا على النبي، قولوا عليه الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى كده قطعت البطاطس، هنرصها فين؟ في الطاجن بتاعنا الجميل. في بطاطسية هتقع مني فهقفل وهروح اعمل ايه؟ هروح اغسل البطاطسية اللي وقعت واحطها اهو. شفتوا؟ يا سلام، بصوا حافظة. بصوا بقى عشان اعرف اعملهم، وحطيت حبة زيت كده، وهحط معلقة سمنة عشان برضو تديها طعم اهو زي ما انتوا شايفين. وهعمل الفراخ لوحدها خالص في طاجن لوحدها، وهحطها برضو في الفرن. دلوقتي هوريكم كل حاجة. بس هنا بقى كانت الفراخ بتاعتي اتسلقت وخلصت سلق خالص، دقتها لقيتها بصوا طعمها زي السكر. هاخد بقى منها كده زي كوباية شوربة، زي ما انتوا شايفين بالظبط كده كوباية شوربة مثلا. وهناخد كوباية الشوربة دي وهنقوم حاطينها على البطاطس بتاعتنا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتوا شايفين كده. وهنحطها كده في الفرن ونقول لها مع ألف سلامة، بعد نص ساعة نطلعك أو ساعة، يعني هي قعدت ساعة إلا ربع بالظبط. هنا حطيت بقى حبة زيت ومعلقة طماطم معلبة، حطيت هنا عليها حبة ماجي، وهنقلب كله مع بعض. وهنا بقى خلطة الفراخ المشوية، اللي هو الكيس اللي هو بتاع فاير الفوز ده، اللي هو خلطة الفراخ المشوية، حطيت برضو منها معلقة كبيرة. وهندهن بقى الفراخ بتاعتنا كده من فوق ومن تحت ومن الجنوب. بصوا هنخليها كلها على بعضيها صلصة، وهنحطها في الميكرويف. بصوا دي نص فرخة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي ندهن كده ونحط بصوا ونخلل. وعايزه اقول لكم طلعت يا لهوي يا نهار ابيض على الحلاوه، طلعت تحفه يا جماعه. انا هعتمد الطريقه دي على طول. انا عشان كده بحب اعمل طريقات جديده كل مره، علشان اتعلم ايه واعرف اني احسن طريقه واني احسن طريقه هتعجبني في طعمها. فاهمين يا جماعه؟ كده بقى كنت انا ايه خلصت الطماطم الفراخ بتاعتي وحطيتها فين؟ في الفرن اللي هو الصغير بتاعي. إيه، وشغلته من تحت ومن فوق عشان ايه تاخد لون من تحت ومن فوق. وهنعمل بقى الرز مع بعض على طول كده. بصوا زي ما انتوا شايفين اسهل ما يمكن. الشعرية اتحمرت وحطينا الرز وهنقلب، وبعد كده هنحط المية، وبعد كده هنحط الملح. الرز سهل قوي، بس انا طلعته يعني عشان ايه مبحبش اخبي عليكم حاجة يا حبايبي زي ما انتوا عارفين. وكده حطيت بقى ايه حبة مية، وبعدين حطيت مية تاني اهو زي ما انتوا شايفين. وهقلبه على ايه محتاج مية تاني، هقوم برضو حاطة مية تاني اهو. انا عملت كوبايتين ونص رز ونص كوباية شعرية، يعني يعتبر 3 كوبايات، حطيت عليهم 3 كوبايات مية باقي. انا هنا كنت حاطة كوبايتين مية، هحط بقى الكوباية التالتة. انا حطيتها ولا ايه؟ ما علينا. هنا كده كانت الفراخ استوت، وعايزه اوريها لكم. بصوا من جوه بيضه ازاي، ومن بره مقرمشه وحمرا وتحفه الصراحه، عجبتني قوي. والرز طبعا مفلفل وزي القمر استوى اهو. وانا هنا كنت بغرف عشان اكل. صينيه البطاطس بقى بصوا في قلبك، شوفوا الجمال والحلاوه كده بقى يا حبايبي. مش عايزه اطول عليكم، واذا كان عجبكم ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وسبسكرايب.